في 4 أيام كل حاجة اتغيّرت، أول يوم كان عادي أو على الأقل ده اللي كنت فاكره. جالي مريض في البداية افتكرته زي أي مريض، لكن مع الوقت بدأت أشُك هو اللي محتاج مساعدة والّا أنا. تبدأ قصتنا في نهاية يوم عادي في العيادة زي أي يوم. بلّغتني السكرتيرة إن في مريض جديد، فقُلت لها دخّليه. اتفضل خُش. دخل المريض شاب هادي بس ابتسامته كانت غريبة شوية. معلش هأخّرك شوية. ولا يهمك خد راحتك. أنا الدكتور يوسف ودي أول جلسة لينا مع بعض، فحابب أسمع منك من البداية إيه اللي خلاك تقرر تيجي. أنا مش متأكد بس في حاجات بتحصل حواليا غريبة. أنا بدأت أشك إذا كانت فيا ولا حواليا. زي إيه يعني؟ أوقات بحس إن في حد بيراقبني. مش عارف أفسر الإحساس بس هو مش خوف، هو زي لما تكون قاعد لوحدك وتحس إن في حركة وأصوات حواليك. تقصد إنك بتسمع أصوات؟ أوقات بس هي مش دايما واضحة. في يوم سمعت اسمي بصوتي. أنا عارف أنت بتكتب إيه دلوقتي. أنت متعود تلاحظ ردود أفعال الناس. أنا متعود أشوف اللي ما يتشافش. انتهت الجلسة. تاني يوم الساعة 10 صباحا. الدكتور يوسف قاعد بيبص في الملاحظات جلسة امبارح افتكر الجملة اللي المريض قالها. سمعت اسمي بصوتي. اتفضل. المريض دخل لابس نفس الهدوم وكان مبسوط. كنت مستني الجلسة من بدري، حلمت بيها امبارح. حلمت؟ تحب تحكي لي الحلم؟ قال له لا مفضلش. هل الأحاسيس أو الأصوات اللي حكيت لي عنها امبارح حصلت تاني؟ المريض مردش وفضل باصص للحيطة اللي ورا الدكتور. في حاجة؟ هي واقفة وراك. الدكتور يلف بسرعة لكن مفيش حاجة، ولما يبص تاني للمريض يلاقي المريض بيضحك. كنت بهزر. عندك حس فكاهي غريب. الضحك بيريح الأرواح حتى اللي ما بتبقاش معانا. الدكتور يلاحظ إن إيده بتترعش فيحط إيده في جيبه. في حاجة حسيتها غير مألوفة في البيت في الشارع. أنا متأكد إن في حاجات بتتحرك وأنا نايم، بس مش أشياء مادية. ممكن تكون أرواح ناس. ما بقربش من المرايات بالليل، كل مرة ببص فيها بشوفني بس مش أنا اللي أعرفه. الدكتور يبصله شوية بصمت، بعد لحظة يقوله تحب نكمل الجلسة دي بتقنية الاسترخاء؟ مجرد تنفس عميق وتركيز على أفكارك. أنا مش محتاج الاسترخاء، أنا مرتاح أكتر مما كنت في حياتي كلها. الدكتور يوقف الجلسة بعد دقيقة، لكن يلاحظ في حاجة اتكتبت على الورق بتاع ملف المريض هو ما كتبهاش. مكتوب أنت اللي محتاج جلسة مش أنا. تالت يوم الساعة 9 صباحا. دكتور يوسف قاعد في المكتب شكله مرهق كأنه منامش كويس. بيقلب في ملف المريض بس فيه ورقة ناقصة، الورقة اللي كان فيها الجملة انت اللي محتاج جلسة. بيمد ايده ويجيب قهوته ولاحظ ان على المكتب اثر كف بس مش تراب، كأنه محفور على المكتب. بيقوم بسرعة وبيحاول يشوف في ايه ده لكن الكف بيختفي. المريض دخل لكن ببطء، نفس الملابس نفس الهدوء لكن مفيش صوت خطوات. اهلا اتفضل. كنت مستنيك تصحى النهاردة، كان عندي حلم بس مش عني. عن مين؟ عنك. الدكتور يتجمل للحظة بس بعدين يبتسم ابتسامة متوترة. أنا؟ طب احكي لي. كنت نايم في سريرك والنور قطع فجأة، بس مش النور اللي في البيت، النور اللي في عقلك. فضلت تصرخ بس الصوت ما كانش بيطلع، وفي الآخر قلت الجملة دي أنا مش لوحدي في جسمي. ممكن يكون عقلك بينهم إسقاطات أو عقلك الباطن بيفكر أكتر من مطلوب يعني. أنا ما بحلمش يا دكتور، أنا بتذكر. الدكتور يشد أنفاسه ويقلب الصفحة ويبدأ يدون لكن يلاحظ إن القلم مش بيكتب. يبص يلاقي الحبر شغال بس الكلام بيختفي بعد كل كلمة بيكتبها. أنا قلت لك اللي بتكتبه مش هيفيدك. الدكتور يقف ويحاول ينهي الجلسة لكن المريض بيقول حاجة بصوت واطي كأنه بيتكلم بلغة غريبة. هو أنت اسمك إيه بالكامل؟ لسه فاكر إن ده هيفرق؟ المريض بيقف لكن قبل ما يخرج يبص في المراية الصغيرة على الحيطة ويبتسم. الدكتور يبص بنفس الاتجاه يشوف المريض واقف وشه كان ضباب، سحابة سودا بتتحرك جواها عيون كتير. المريض يخرج ويقفل الباب. رابع يوم الساعة 8 صباحا. الجو ضباب جدا. الدكتور يوسف بيوصل العيادة بتاعته قبل ميعاده، عايز يراجع ملف المريض بس مش لاقيه. الملف كله اختفى، حتى الكمبيوتر مش راضي يفتح. بيمشي ناحية الكاميرات بس الشاشة سودا، كل حاجة متسجلة اختفت. التليفون رن.
فراح هي يمسك التليفون، لقى الدكتور فادي بيرن عليه. فادي: يوسف انت فين؟ في مريض عندك. ايه ليا امبارح؟ قال لي حاجات عنك محدش يعرفها، قال لي انك مش انت وانك بتتغير. المريض ده جالك؟ قالك اسمه؟ قال انك كنت انت بس من كام سنة، بس هو تعالي. يوسف يقفل التليفون بسرعة، قلبه بيدق، بيمشي ناحية مكتبه يلاقي الباب مفتوح. بيبص جوه، لقى المريض قاعد بس وشه مش واضح. الضباب مالي الأوضة، الدكتور بيقف مش قادر يتحرك. جيت بدري النهاردة وكنت فاكر انك مش هتيجي اصلا. انا اللي المفروض اسألك انت مين؟ انا اللي كنت جواك قبل ما تتولد، انا مش ضيف، انا الاصل. كفاية انت مش حقيقي. طب بص في المراية. دكتور يبص في المراية يشوف نفسه لكن مش هو. المريض هو اللي واقف ويوسف هو اللي قاعد. بيرجع لورا، بيلاقي نفسه مربوط في كرسي، حباله مش باينة لكن مش قادر يتحرك. العلاج انتهى والجلسة خلصت. مش انا المريض، انت المريض. كنت دايما تقول اللي بيشوف اكتر من اللازم بيته بيتحول لسجن، بس انت اخترت تبص وانا كنت مستني اللحظة دي. دكتور يوسف يبص جنبه على المكتب، يلاقي صورة، بيمسكها يلاقي ان هو اسمه مروان اسماعيل. الحالة: مريض نفسي. التشخيص: اضطراب الهوية وهلاوس مستمرة. وكده تبقى قصة النهاردة خلصت، واستنونا ان شاء الله يوم الخميس بقصة جديدة من قصص الراوي. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل فيديو جديد. احبكم جميعا، سلام.